هل كنت تعرف أن في سنة 2005 تم تهكير قناة نيكلوديون وعرض واحدة من أرعب حلقات سبونج بوب بالتاريخ على التلفزيون؟ واسم الحلقة كان هيلب، بمعنى ساعدني أو مساعدة، والعنوان كان يجي ويروح أكثر من مرة. الحلقة تبدأ ونشوف حلقة جدا عادية زي أي حلقة من حلقات سبونج بوب. أتوقع كلكم تذكرون حلقة حذاء سبونج بوب اللي دائما خيوطه تكون مفتوحة ويتعنقل بالخيوط ويطيح. هي هذه الحلقة. فجأة في نص الحلقة سبونج بوب يطيح وكل شيء يعلق، وهنا نبدأ نشوف الحلقة تبدأ تصير غريبة. نشوف الدم على وجه سبونج بوب، وبعدها نشوف لقطة لعيونه البيضة. وبعدها تنتقل اللقطة لسريع وهو قاعد في نص الظلام قاعد يطالع في ساعة مكسورة معلقة في الجدار. تصير الشاشة سوداء لمدة كم ثانية ونسمع معاها موسيقى جدا بطيئة. وفجأة البث يرجع طبيعي لقناة نيكلوديون ونشوفهم حاطين تنويه يقول ان عندهم مشاكل تقنية واننا راجعين لكم بعد شوي. ولحسن الحظ في ناس كثير سجلوا الاختراق هذا وانتشر بشكل جدا كبير. قولوا لي ايش رايكم بالحلقة في التعليقات، لا تنسون اللايك والفولو.